شايفاكي اللي لسه محضرتيش غدا وحاطه ايدك على خدك وبتقولي اروح فين واجي منين والاسعار بقت نار. تعالي معايا كده، نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك ونشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش. وتعالي معايا كده انزلي السوق وهاتيلك 2 3 كيلو براحتك خالص على قد عدد افراد اسرتك، اجنحه كامله. هنعمل منها كده اكلتين عظمه اهي. جبتها من نفس الشكل كده، هتجيبيها انت عارفاها بتبقى شكلها كده عند بتاعي الفراخ الأجنحة الكاملة. هتجيبيها معاكي كده وتنضفيها وتقطعيها، وهنقول وداعا لغلاء الأسعار بطريقة سهلة جدا وبسيطة. لو عاملة حلة محشي صغيرة وخايفة ما تكفيش، ممكن تقدري تعملي الصينية دي جنب المحشي، وممكن تعملي الصينية دي وطبق ملوخية ناشفة جنبها. احنا في الشتاء دلوقتي والملوخية الخضراء بقت غالية وكلها طينة. او تقدري تعمليها مثلا جنب اي حاجة براحتك. لو هتعمليها هي كده بس لوحدها وتغمسوا بالعيش، حاجة كده اللهم صل على سيدنا محمد. اهو هتجيبيها بقى كده وتنضفيها زي ما قلتلك قبل كده. انا عملت الفيديو ده معاكي اول ما بدأت القناة، ما شاء الله اللهم بارك، يمكن هو تقريبا اعلى مشاهدة عندي. فيديو الأجنحة الكاملة، وكنت برضو عاملة معاه محشي، بس كنت عاملة بقى محشي مشكل وملوخية وحاجات كده جميلة، وكنت عاملاه كريسبي. المرة دي هعملها لك صينية اهو. ما شاء الله هتجيبيها بقى وتنضفيها من اي زوايد بيبقى فيها جلد كتير كده وحاجات، اتخلصي منها من الجلد ده ملوش لازمة اصلا. طب هنطلع شوربة منين؟ هقولك دلوقتي، تابع معايا الفيديو للنهاية. هنشوف كده هنعمل شوربة بطريقة سهلة جدا وطعمها جميل والله يا بنات، لو جربتيها هتدمنيها بجد. اهو نضفت بقى وشلت الزيادات وشلت اي حاجة ملهاش لازمة خالص فيها، ونضفتها كده بقت حاجة كده جميلة جدا وما شاء الله زي العسل. هشيل برضو كل الزيادات اللي في الرقب ملهاش 30 لازمة اهي. منكرش عليكم يعني، ما اكدبش ولا ايه عليكم، انا كنت بعمل الحاجات دي زمان، بسويها كده بنضفها وبغسلها وبسلقها بالجلد بتاعها اول عشان يعمل شوربة حلوة. بعدين اكتشفت في الاخر انه ملوش لازمة وبيطخن على الفاضي، فبدأت اتخلص منه يعني. جبت بقى غسلتها تحت الحنفية فم واتنين وتلاتة، لما بص المية بقت معايا قشطة اهي. اجيب بقى ليمونتين كده كبار حلوين وحبة ملح، وارش عليها دلوقتي شوية جنزبيل. بتغسلي بطحين اغسلي، بس احنا ايه بنغسل بالموجود عندنا عشان ما نكلفش نفسنا. الدنيا بقت غلا، ربنا يرحمنا برحمته ويعين على وقتنا وعلى عيالنا. وصرفي نفسك كده وما تقوليش هعمل اكل ايه وهعمل واسوي ايه. الكرنب كتير في السوق، لو عيالك نفسهم في المحشي او انت عايزه تعملي محشي وعايله هم ان انت هتعملي بيه ايه او هتسلقي جنبه ايه، تعالي امشي بالطريقه دي هتعتمديها ان شاء الله باذن الله. عندك انا الرقب خليته لوحده اهو، برضو غسلاه لوحده اهو زي ما انت شايفه. هجيب حله هحط فيها نصها ميه، وهجيب بقى شويه خضار كده عندي. اول حاجه هاخد بصلايه كده منهم من الخضار اللي انا عاملاها، هنضفها واغسلها واحطها في الحله اهي. لو وصلتي معايا لحد هنا يا حبيبتي ما تنسينيش باللايك، ما اعرفش انتوا ناسيني بالمشاهدات واللايك ليه. يا ريت يا جماعه اللي ما بيوصلوش اشعار مني يلغي الاشتراك ويشترك تاني من اول وجديد. الظاهر ما بيجيلكوش اشعار ان انا نزلت فيديوهات، فتقدري تلغي الاشتراك واشتركي تاني من اول وجديد عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجي عليه. وبشكر حبايبي الجداد اللي دخلوا عندي قناتي ونوروني وجيتكوا كده على راسي من فوق. هبتدي بقى اغسل الخضار برضو بتاعي كويس جدا، واجيب الصينيه بتاعتي نظيفه، وابتدي بقى اخرط فيها بصلتين كده حلوين متوسطين اهو. وهاتي بقى بطاطستين وقشريهم وجزرتين وفلفلتين خضر وفصين توم وعظمه على عظمه يا مراوده اهو، بنفس الشكل كده. الواحد بينزل السوق تفضلي كده تلف حوالين نفسك من الاسعار ومن غلو الاسعار ما بين محل ومحل، فرق في الحاجه الواحده بس 5 جنيه و10 جنيه. لو هتشتري كام حاجه هتجمعي مبلغ. فاليومين دول كده عايزين نتأنى في الشراء شويه لحد ما نشوف هنعمل ايه. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. هبتدي بقى ادعك بقى الخضار بتاعي الجميل ده كده في قلب بعضه اهو. واجيب معايا دلوقتي نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه كده بهارات فراخ، وحبه الملح بتوعي. وهدعك بقى الخضار الجميل ده في الملح والبهارات والفلفل الاسود. ادعاكي بقى
فاكره لما كنت بقولك البصل يطلع له ريحه؟ اهو هندعك بقى كده لحد لما تشمي اصلا ريحه الخضار معاكي وانت بتدعكيه من ريحه الفلفل الاسود. هبتدي بقى انزل بالاجنحه بتاعتي اهي، ولا تفتحي فيها ولا اي حاجه، ولا تحطي زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. احنا لسه بنقول الاسعار والغلا. ازازه الزيت اللتر بقت ب60 جنيه. ربنا يرحمنا يا رب. هنزل بقى الكميه كلها اللي معايا. هتجيبي كيلو هتعمليها بنفس الطريقه، هتجيبي 2 هتجيبي 3، كلها طريقه واحده اهي. دعكتها بقى مع الفلفل الاسود والملح والبهارات والخضار الجميل كده. انا قلبت كتير، بس انا ما طولتش عليك الفيديو عشان ما تزهقيش وتملي. هنزل بقى كده بطماطمتين على الوش بس. اوعي تنسي ما حطيناش زيت ولا سمنه. وهتولعي عليها البوتاجاز من فوق وتوطي عليها اول ما تحطيها، على ما الفراخ تنزل ميتها والبصله تنزل ميتها والقطايه تنزل ميتها. وبعد كده تبداي تخلي النار متوسطه، يعني اول ما تحطيها على البوتاجاز حطيها على نار هاديه، اللي هي ايه، مش واطيه خالص نمنم كده تغيبي طول النهار تسوي فيها، ومش عاليه قوي تحرقها لك لان هي لسه ما فيهاش ميه. النار يا دوبك كده هاديه. هسقط بقى الكام رقبه اللي معانا هنا في الحله اهي. انا هنا دي كده على البوتاجاز، بقولك ما حطيتش فيها ميه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، ومهديه النار عليها اهي. كده رجعنا استوت اهي ما شاء الله، والبصله دبلت كده معانا والبطاطس. وعملت جنبها حله محشي. طبعا المحشي ده انا عامله كان كيلو بتنجان عندي، حشيته في الحله من تحت. طب وهسكت؟ لا، جبت كرنبايه كده صغيره ورحت مكمله عليها كده كام سطر كده من فوق كرنب، يعني ورق الكرنب من تحت، ورق الكرنب على الوش والبتنجان من تحت. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. انا كده لسه معليه عليه بوتاجاز، ما هديتش النار. انا كده عليته اهو، لقيته خلاص يعني ههدي بقى النار. هبتدي اخلي النار متوسطه كده. طبعا بعد ما استوت هي من فوق زي ما شفتها معايا، ولعت الشوايه بتاعه البوتاجاز من فوق وحطيتها تحت الشوايه، تحت شوايه البوتاجاز. اخدت اللون الجميل ده والطعم بقى ما اقولكوش حاجه كده، اللهم صل على النبي، كده زي العسل. تقدر دي تكفي والله ما شاء الله 10 افراد بدون مبالغه، لان هي ما شاء الله انا عامله جايبه 3 كيلو، فطلعت معايا كميه حلوه. ممكن برضو لو حابه تزودوا الخضار بتاعك زوديه يرجع لك برضو، بس ما تضربيش الطماطم في الخلاط عشان تاخدي نتيجه كده حلوه، وتبقاش عامله زي صينيه البطاطس. يعني انت كده بدل ما هي صينيه كده بالخضار، انت لو حطيتي عليها طماطم مضروبه في الخلاط هتبقى زي صينيه البطاطس، وحلوه برضو مش وحشه. وادي المحشي الجميل